النهارده يعني في وسط المؤتمر بتاع GMS النهارده عندي guest لطيف جدًا، من زمان كنا بنرتب مع بعض إن إحنا نتكلم، فأنا هاحاول آخد من وقته دقيقتين علشان نسأل أهم سؤالين كلكم سألتونا عنها. فمعانا دكتور ياسين محجوب أهلًا، إزيكم أخيرًا، الكوميديان بتاع الامتياز، أخيرًا، أخيرًا أخيرًا اتقابلنا، اتقابلنا. شرف ليّا طبعًا أنا دكتور أكتر والله ياسين معلش. دلوقتي بإذن. طيب سؤالين سريعًا جدًا، أنا طبعًا. عارف إنك أنت مستعجل وجاي من السفر والدنيا دي، لأ، لأ، فخلّيني أسألك تحت سؤالين. أمرك. أول سؤال إحنا كنا بنتكلم قبل الtalk بتاعتك الopening عن فكرة أمريكا إن هي ممكن ما تبقاش مناسبة أو فكرة السفر بشكل عام، وأنت طلعت في الopening اتكلمت إنك أنت لفيت الدنيا. إيه النصيحة اللي تنصحها لو حد لسه أولى، تانية، تالتة أو حتى even إن هو fresh grad عاوز فكرة السفر نفسها؟ بُص، أولًا أنا بس عايز أstress على حتّة إن هي ما كانتش مناسبة ليّا أنا وفي الوقت الحالي، اهم. ممكن تبقى مناسبة بعدين، ممكن تبقى مناسبة في وقت آخر، ممكن تبقى مناسبة لحد آخر، زي ما قُلت لك هي ممكن تبقى مناسبة ليك أنت، أنا بالنسبة لي لأ this is not what I wanted دلوقتي في حياتي. بالنسبة لحد في سنة أولى وتانية وتالتة it's good إن أنت يبقى عندك الvision إن أنت عايز تسافر من الأول this is not a bad thing at all، ولكن أحب يعني invite you to keep an open mind إن ممكن الplans تتغيّر، وممكن الطريق يتغيّر it's okay whatever you end up doing as long as إن أنت بتعمل اللي أنت بتحبه واللي يريحك، يعني مش لازم يبقى عند طلاب الطب حتّة بالضبط اللي هو آه، جلد الذات جلد دي لأ، الذات دي ممكن صعبة. يعني نتغاضى عنها وkeep an open mind يعني عايز تسافر بلد معيّنة، جات بلد تانية ماشي، جات إن أنت تقعد في بلدك برضه ماشي، خلّيك بس سَلِس شوية في الideology. بالضبط، على رأي جدو علي كان دايمًا بيقول جملة كده يقول لك إمم، إيه، ما تحب خصوص تخصصات، ما تحبش تخصص معين، لكن التخصص اللي ييجي لك حبه. بالضبط، نفس الفكرة بتاعة السفر، أنت يعني أنت تحاول تسعى، بس لو ما جاتلكش أنت حِب صح، اللي جات لك أو صح، القدر اللي أكيد، كتب لك. صح، طيب أنت قُلت حلوة جملة حلوة، جلد الذات، أنت ما شاء الله عليك من زمان أنت باجلد يعني ذاتي. لا خالص لأ، يعني أنت ما شاء الله بجانب الطب وبجانب الامتياز وبجانب القصص دي كلها، أنت كنت بتعمل حاجات تانية كسفر، كنت اتكلمت عنها في الopening أو بتعمل حاجات extra curriculum activities بشكل عام. إمم. إيه رأيك في الحاجة دي وإزاي طالب الbalance؟ أهم سؤال بييجي دايمًا إزاي أbalance كسفر مثلًا، إزاي أحضّر يزمن بجانب الدراسة كبريطانيا، إزاي أحضّر lab whatever بُص، الحاجات دي؟ هي بالنسبة لي أنا يعني اهم. دي ما أقدرش أجاوب على برضه حاجة عامة أوي، بس بالنسبة لي أنا كياسين هو I needed إن أنا أعمل الحاجات دي، يا إما أنا كنت هاgo في حتة تانية، لإن أنا أصلًا شخص بطبعه بيفرُك كتير وبيروح كتير بيبقى عايز يعمل كل حاجة في نفس اهم. الوقت، فبالنسبة لي كان لازم أعمل كده عشان أقدر أكمّل الطب، لو ما كنتش عملت كده كنت هاروح في very dark place و very dark spot. بالنسبة للbalance إزاي تدّي كل حاجة حقها ووقتها، يعني وقت الامتحانات ما كنتش باعمل أي حاجة إن أنا هاقعد أذاكر عشان عندي امتحانات، وقت إن في شوية فراغ لأ، كنت هاشوف إن أنا لو متفرغ وعندي حاجات طب ما أعمل الحاجات اللي باحبها، مش لازم برضه أبقى زانق نفسي في المذاكرة السنين كلها، كده هتذاكر، كده هتخرج، فادّي كل حاجة وقتها، وحاول على قد ما تقدر ما تحسسش نفسك بذنب، دي بتبقى صعبة، دي بتيجي اهم. by a lot of practice يعني لسه حتى عندي الsense دي، أنت تعمل حاجة بتحبها تحسس نفسك بذنب إن أنت مثلًا ما بتذاكرش أو إن أنت ما بتعملش أو إن أنت بس it will come يعني give time this is ح what I always say. حلو جدًا، جدًا الجملة دي. آخر سؤالين معلش هاضغط طبعًا، عليك. تحت أمرك. السؤال التالت المهم جدًا دايمًا للأسف أول ما دخلت جامعة ماست بييجي لي الfeedback ده أو باشوفه في نظر الناس، أنت جامعة خاصة، أكيد مستوى متدني، مش أكيد مش qualified بالنسبة لبتوع الحكومي، رغم إن الحياة الحقيقية أثبتت إن لأ، هو مش شرط، هو depends on الشخص نفسه، ممكن يبقى qualifications عالية عنده، ممكن شخص لأ. كياسين متخرّج من نيو جيزة، ما شاء الله يعتبر نيو جيزة من الجامعات الخاصة التقيلة جدًا في المستوى إمم. العلمي ده حقيقي. والطبي، بالذات الامتحانات والحاجات بتاعتكم، بجد ربنا يكون في عونهم الناس اللي لسه undergrad. إيه رأيك في النظرية دي وإزاي نتعامل معاها؟ يعني لو أنت بتتكلم للطلاب الجامعات للطلاب الخاصة لأ، بالضبط. تلاشوها. بُصّوا يا جماعة هي دي حاجة very person dependent ما أقدرش أقول إن كل بتوع قصر العيني شاطرين، ما أقدرش أقول إن كل بتوع الجيزة شاطرين. في دكتور بذاته the most important thing about a white coat is doctor wearing it يعني يس. أنت اللي تقدر تحدد أنت شاطر والّا لأ، مش فارقة أنت جاي منين، اللي عايز يتعلم بيتعلم، اللي عايز يبحث عن العلم لو فين هيلاقيه، فهي ما لهاش علاقة بجامعات، ما لهاش علاقة طبعًا المستويات والتقديرات والresources اللي available عند الجامعة دي حاجة تُحترم، بس في دايمًا طالب يقدر يتخطى كل الحاجات دي ويعني ما don't let it get you من الآخر، لو أنت فعلًا من الناس اللي في جامعة خاصة حاسس إن أنت بتتعامل بنوع إن هو لأ، أنت نظرة أقل شوية، لأ، يعني يعني الزمن هيثبت وأنت هتثبت لنفسك وأنت مش محتاج تثبت لحد حاجة، طول ما أنت بتعمل شغلك بجدارة وبتعمله بحب وبتعمله بإتقان، خلاص this is the most important thing.
اي حاجه تانية it doesn't matter. بالظبط، جميل جدا. طيب اخر سؤال ان شاء الله، يعني يا رب ما يطلعش سؤال في لا النص، انا لا عارف لا انا مبسوط ان take انا your لقيتك time والله take your فاشتغلك time. حبيبي، ربنا يخليك. فكره الانفلونسر كياسين محجوب، هل هي جت باي لك ولا انت اوريدي كنت بتبروسس من قبلها بمده لا وبتاع؟ definitely by luck. باي لك بص هي كل حاجه معايا جت by luck. باي لك حياتي كلها باي انا لك. حياتي كلها جت by luck الحمد لله يعني. حلو الحمد جدا. لله. انت شايف بقيت انت شخص انفلونسر في الميديكال فيلد، هل ده بوزيتيف ونيجاتيف؟ بالذات ان جت فتره وقتها كنت بتابعك جدا فيها، ناس جرايد اه معينه طبعا اه طبعا جهات معينه yes بتاخد بتاعتك بالذات فتره الامتياز اه بمحورها في اتجاه تاني. it's a positive and a negative. يعني positive ان انا بقدر reach a bigger community، ابقى موجود مع ناس كده. يعني انا مثلا مش من الناس اللي بتعمل فلوس زي ما ناس كتير قوي متخيله. لا I don't do that. انا بعمل just because I love it. بس it opens up opportunities، بس it's also a negative لان it makes you a very well known target at certain points and certain locations. ف it's not always the best and it's not always the worst. يعني بين متداولة البنين. بين البنين. حلو. لو حد عاوز يبدا او حد اوريدي لسه بيجنر في ابدأ الموضوع، just start ايه نصايح يعني غير just just start literally just start. I لغاية دلوقتي I only use my phone. I have no equipment. I have nothing special. I don't think يعني دايما I'm always surprised ليه ممكن حد يبقى أشطر مني talented أكتر مني أذكى مني way better than me and they don't have the same opportunity. بس بحاول ما اشكش في نفسي، ما اشكش في قدراتي. بس it was just start. all I do is بمسك تليفوني واي حاجه بتيجي. انا شخص اللي على قلبه على لسانه على طول، فبتكلم بتلقائيه وبحب وبعنجها كده. ازاي مش عارف الجمله اسمها حتى ايه انت يعني. ما كناش مرتبين ولا اه هو كده جت كل باي حاجه لك؟ بتيجي كده. ف just start. يعني once you start you get the ball rolling and then the ideas come. بس just start. جميل جدا. اخر سؤال بجد خلاص. لا والله بجد والله بجد تحت ربنا امرك. يخليك. تخصصات دلوقتي في مارش ان شاء الله اول انتجريشن سيستم، اول دفعه تتخرج باتش من انتجريشن سيستم، هو يختار بقى التكليف والقصص اللي انت عارفها دي. ايه نصيحه تديهم كشخص عايش التجربه بتاعه الامتياز؟ باي ذا واي في ناس دفعه تدخل لسه امتياز، فايه النصيحه تديهم بخصوص تخصص والناس اللي هتدخل امتياز في الماتش اللي جاي؟ ده وده يعني يعني سؤالين في واحد. ماشي. بالنسبه للتخصص اسعى على المدى البعيد مش المدى القصير. كده كده البهدله بتبقى موجوده في اي تخصص قدام. just picture the lifestyle and the job that you can do، او الشغل والحياه اللي انت عايزها في الثلاثينات في اخر الاربعينات. اسعى على كده، ما تسعاش على اي حاجه غير كده. this is the biggest advice. think of it as a job. this is very important to محدد this is your job not who you are. مع ان your job is a calling، انا مش مختلف كده خالص، ولكن it's very important to keep that in mind. لان اللي بيعمل حاجه مره هيعملها 100 مره هيزهق كده كده. فتأكد الحاجة اللي انت هتعملها 100 مرة بعد 10 سنين من دلوقتي مش هتبقى بالنسبة لك حاجة تقيلة على قلبك. دي أهم حاجة. بالنسبة للامتياز استغل الوقت ده ان انت تحاول تتعلم as much as you can، لان الفرص بتاعت التعليم ممكن ما تبقاش متوفرة قوي. فانت اللي عليك التعليم بتاعك بنفسك، ان انت بتتساب ورا program you're on your own. ليك حاجة معينة you have to fulfill the requirements. ما تبقاش شخص بيعمل requirements خلاص، يبقى شخص بيسعى ورا التعليم. وفي الوقت الفاضي لان بيبقى في اثناء وقت فاضي في روتيشنز معينه كتيره، بجد استغل الوقت ده انت to invest in yourself، سواء whether it's through entertainment whether it's through science whether through اي حاجه انت بتحبها as long as ان انت نفسك راضيه ومرضيه. بس جميل جدا. ميرسي جدا على الوقت thank you. بتاعك، وان شاء الله لينا لازم بودكاست مع بعض لقاء أكيد. اطول إن بكتير شاء نتكلم الله. عن رحله ان شاء الله اخلص ان شاء بس الله اخلص بس نيابه البروجكت بتاعتي ان ان شاء شاء الله. الله. thank Nice you to meet you. اتبسطت قوي.